شعارنا في الباك تو سكول معاك في حلمك، وعلشان ما يبقاش مجرد شعار اخترنا نماذج قدرت تحقق حلمها. تعال نشوف ازاي قدروا يحققوا حلمهم. مساء الخير. مساء النور. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كويس. تعرف البوكس اللي معانا ده اسمه ايه؟ حلمك في كان اسمه ايه؟ حلمك في البوكس. أول سؤال، اسمك؟ أنا اسمي محمد السيد سامي. بلعب سلاح شيش. اللي ما يعرفش السلاح، السلاح هي اللعبة اللي أنت بتلبس فيها ماسك، بتلبس بدلة بيضة، بتبقى ماسك زي سيف، وبتبدأ تبارز اللعيب اللي قدامك لحد ما توصل له وتجيب فيه نقطة. هو ده السلاح. آخر بطولة ليك، دي آخر بطولة ليا، دي ميدالية دورة ألعاب البحر المتوسط اللي كانت في وهران. جبت ميدالية ذهب الحمد لله. عرفنا ده، برافو عليك. شكرا ليك. ده ميدالية، دي ميدالية أول عالم السنة اللي فاتت، بطولة العالم في دبي. مصر جابت أول عالم فرق. الورقة اللي بعديها، إيه أكتر ديفايس بتستخدمه؟ أكتر حاجة الموبايل. لا كتير، يعني انا طول الوقت على الموبايل او اللابتوب، بقضي وقت كتير بصراحه، وده مش يعني، والسوشيال ميديا كتير قوي، انستجرام على طول، ولو مفيش بقى تمرين ومفيش دراسه وكده، على البلاي ستيشن على طول بقى 24 ساعه بلاي ستيشن. هل التكنولوجي ساعدتك تحقق حلمك؟ يعني زي ما قلت بستخدم الموبايل كتير، بقعد على السوشيال ميديا كتير. مش شرط بتابع اي بوستس وحاجات بس، لا ممكن ادخل على يوتيوب، اقعد اتفرج على نفسي وانا بلعب، اتفرج على لعيبه تانية، احاول اتعلم ازاي اطور من نفسي. في كونتنت كتير على السوشيال ميديا بيعلمك ازاي عن المنتل هيلث بتاعك، ازاي تحسنه، وحاجات كتير يعني عن نفسك ازاي تحسنها. فانا دايما يعني دايما تلاقيني حتى في البطولات لابس الايربودز، دايما بستخدمها في البطولات، بتساعدني اني اركز كتير واتمرن احسن. برضه سمارت ووتش بتساعدني في التمرين، اني دايما اتابع حالتي، نبضات قلبي، تنفس عامل ازاي في التمرين. فكل دي يعني حاجات بتساعدني في مسيرتي الرياضيه. لو عندك 3 عروض تختار منهم، تبدل حاجه قديمه بحاجه جديده، ولا تقسط، ولا خصم 50%؟ لو انا هختار ابدل حاجه قديمه بحاجه جديده، عشان انا دايما زي ما قلت لك بحب دايما متابع الحاجات دي. ممكن بلاي ستيشن، يعني نفسي اجيب بلاي ستيشن 5 لغايه دلوقتي. عندنا تريدنج على فكره. بجد؟ بلاي ستيشن 4 تبدله بلاي ستيشن 5. بجد؟ ده شغال حاليا؟ شغال حاليا. والايربودز برضو دايما كل خاصه الموبايل، يعني كل سنه موبايل جديد بينزل، موبايل جديد بينزل. دي حاجه بحب اعملها. مواقف ما تتنسيش، موقف في الدراسه مش ممكن تنساه، موقف في اللعبة مش ممكن تنساه. موقف في اللعبة مش ممكن تنساه. نسيته فعلا. مش هنسى ان في اولمبياد الشباب ماتش السلاح من 15 لمسة، كنت بلعب على المركز الثالث والرابع، وفي السلاح مش اول 4 بياخدوا ميداليات، اول 3 بس. فكنا وصلنا ل 14 وخلاص اللي يجيب اللمسة هو اللي يكسب. ودي ميدالية أولمبية، أنت بتلعب 30 ثانية على ميدالية أولمبية، فالولد هو اللي جاب اللمسة، فهو اللي كسب الميدالية. ده موقف برضه لغاية دلوقتي مش قادر أنساه. موقف تاني بقى كان في الثانوية عامة. ده موقف بصراحة ده بجد ما يتنسيش. بعد أولمبياد طوكيو بصراحة الفترة دي كنت معرض لكمية ضغط وتوتر مش طبيعي. فبعد ما رجعت أولمبياد وكده، يا دوب كان باقي أسبوع الامتحانات، كان الأسبوع ده بجد مكثف جدا في الدراسة وبذاكر وبعمل. بعدين بقى من كتر الضغط، انا كنت علمي رياضه، فكان عندي امتحان كالكولس وامتحان ميكانكس. فبعدين داخل الامتحان على انه امتحان ميكانكس، وكتاب الميكانكس كبير كده، كتاب الاستاتكس صغير. فداخل الامتحان فلقيت كان في طلبه كتير دور تاني، فداخل فلقيت كله حاطط كده كتب الرفيعه دي. فانا قلت هي الطلبه دي جايين امتحان غلط ولا ايه؟ جايين كل كل دول جايبين كتب غلط. فالمستر بيوزع كده الورق، بيوزع. فانا جيت ورقتي كده فببص، فلقيتها كالكولس، وانا اصلا داخل امتحان ميكانكس، وانا مش، وبالذات الكالكولس كانت اكتر حاجه واقعه مني في الماس. يعني كنت بقى احنا بندخل الامتحان بالكتاب، كنت عامل حسابي بقى يومها هدخل بقى كاتب كل القوانين والحاجه، عشان انا بجد مش مذاكرها ولا عامل اي حاجه.
فدخلت فبقول له لو سمحت هو ده امتحان ايه؟ فالدفعه كلها بصوت واحد قالوا كالكولاس. بقيت بقى قاعد مش عارف اعمل حاجه بقى. بس الحمد لله يعني على ما واحد خلص امتحان اداني كتاب وقعدت اشوف شويه قوانين شويه مسائل حاجه، الحمد لله عدت يعني. بس ده موقف ما يتنسيش. بما ان الكامبين بتاعنا اسمه معاك في حلمك، كلمه لكل واحد بيحلم يحقق حاجه. كلمة لكل واحد ما تفقدش حلمك، ما تفقدش السعي ليه. دايما خليك واثق في نفسك وفي إمكانياتك، إنك في يوم من الأيام هتقدر تحقق حلمك مهما الوقت عدى ومهما الطريق كان صعب. بس خلي عندك يقين في ربنا وثقة في نفسك وفي إمكانياتك، إنك إن شاء الله في يوم من الأيام هتحقق حلمك.